في دولة كينيا بتقع هليكوبتر فجأة على الأرض، فبيجري كل الناس اللي في المنطقة من الرعب. مجموعة من العساكر الأمريكان كانوا بيوجهوا السكان علشان يخرجوا من المدينة، وفي نفس الوقت كانوا بياخدوا أماكنهم علشان يوصلوا للأشخاص اللي وقعوا الطيارة. لكن فجأة 2 من العساكر اختفوا في سحابة من الدخان. الفرقة على طول بدأت تضرب نار على عدو مش باين، بس أول ما القائد لف شاف حاجة بتنفجر، ومن قوة الانفجار بيطير في الهواء وبيغمى عليه. وبعد شوية بيفوق وبيلاقي نفسه في زنزانة سجن، ومش فاكر هو فين ولا وصل هنا ازاي، ولا حتى كان فاكر اسمه. كان عنده جرح خطير في دراعه، ومركز الشرطة كان باين عليه الدمار، والكهرباء مقطوعة. كان يائس وعايز يفهم ايه اللي حصل، فبيبص حواليه وبيكتشف طوبة مش ثابتة في الحيطة، فبيشيلها وبيبص من خلالها. فجأة بيشوف طيارة بتقع على الأرض، والمكان كله في حالة فوضى، فبيصرخ وبيطلب المساعدة. لكن فجأة السجين اللي في الزنزانة اللي جنبه بيزعله وبيحذره، وبيقول له ان اي صوت عالي ممكن يتسبب في قتله. السجينة ديت كانت اسمها نادية، دكتورة فرنسية كانت شغالة في مستشفى مساعدات أجنبية بقالها أكتر من سنتين. فجأة صوت خطوات بيتحرك بره بيخلي المبنى يتهز، وسببت حريق في الكهرباء. هنا نادية بتشرح له الحقيقة الصدمة. الكوكب كله تعرض لغزو من كائنات فضائية شبه الآلات. الراجل كان مرعوب جدا، فبدأ يصرخ تاني من خلال الفتحة وهو بيطلب المساعدة، ومش سامع تعذير نادية. للأسف كلامها كان صح، وفي لحظة مجموعة من الرجالة مسلحين اقتحموا مركز الشرطة. بعد ما قتلوا الرهينة اللي كانوا جايبينه معاهم، افتكروا ان في مكافأة كبيرة لأي حد يقبض على الأمريكان. نادية مش فاهمة هم بيقولوا ايه، لكن الشخص الأمريكي بيكشف انه بيتكلم لغتهم وحاول يتفاوض معاهم، فبيضحكوا عليه وبيسيبوه يخرج كأنه فخ. واول ما بيخرج الجند على طول بيهجم على زعيمهم، وبيبداوا يضربوا في بعض بعنف، وبيقعوا هما الاتنين من الشباك. وفي نفس اللحظة البلطجية التانيين دخلوا زنزانة نادية، لكنها بسرعة مسكت حتة ازاز مكسورة ودفعت بيها عن نفسها، وبعدها خطفت المسدس من واحد فيهم وضربت عليه نار. التاني بيهجم عليها بقوة وبيخبطها في الحيطة، بس نادية بتلاقي طوبة مفكوكة فبتضربه بيها. بعدين بتاخد سلاحه وبتضرب عليه النار هو كمان. وفي نفس الوقت بره الجندي الامريكي قدر يسرق السلاح ويضرب زعيمهم بالنار. فجأة بيجي من وراه بلطجي تاني ومعاه صاعق كهرباء، لكن المفاجأة ان الامريكي بياخده منه وبيصعقه بالكهرباء لحد ما بيموت. وقبل ما يقدر يستوعب اللي حصل بيلف وبيشوف روبوتات غريبة جاية ناحيته، حجمها كان ضخم جدا وصوت خطواتها كان مرعب. الناس كانت بتجري مفزوعة، والجندي الامريكي بيستخبى بسرعة جوه عربية متدمرة، بس الروبوت قدر يعرف مكانه بالمسح الضوئي، ومع ذلك بيكمل ماشي من غير ما يعمل اي حاجة. بعدها الجندي بيرجع علشان نادية لمحت كلمة بو مكتوبة على كم قميصه، فبتقرر تناديه بالاسم ده. بعد ما خدوا اسلحة من البلطجية، بو بيعالج الجرح اللي في دراعه، وبعدها خرجوا من المكان. وقت ما هم ماشيين بيلاقوا جثث اكتر في طريقهم. بو كان عايز يروح لقاعدة الجيش الامريكي، لكن نادية شايفة ان مفيش فايدة، ممكن يكون الكل مات، وكمان مش هيقدروا يتواصلوا مع حد علشان يطلبوا المساعدة، لان من 8 ايام الاقمار الصناعية كلها وقعت من السماء. الطريق خطر جدا والمشي لوحدهم فيه مخاطرة، لكن بو رفض انه يفضل قاعد مستني من غير ما يعمل اي حاجة. هو كان عايز يحارب. وفي الاخر نادية وافقت تروح معاه، وجمعوا اي حاجة يقدروا ياخدوها معاهم من اكل ومية، وحاولوا يتجاهلوا الجثث اللي كانت في كل مكان. بعدها خدوا عربية واتحركوا، وهم ماشيين بالعربية بو كان كل شوية يجيله ذكريات الحرب لكنه مش قادر يفهمها. نادية وضحت له انها بتعرف تحارب لانها كانت دكتورة في الجيش واتدربت انها تستخدم السلاح. فجأة رصاصة اخترقت ازاز العربية، فاضطروا يوقفوا بسرعة، لكن لما نزلوا اكتشفوا انهم محاصرين بجنود من كينيا. نادية حاولت تتفاهم معاهم وقالت انها دكتورة وعايزة تعدي، وان بو مجرد مرافق ليها، وعرضت عليهم المية علشان تكسب ثقتهم. وهم بيتجادلوا واحد من الجنود لمح الوشم اللي على شكل دايرة على دراع بو، فبيتخض وبيفضل يصرخ وبيقول انهم جايين من الطبق. بو استغل حالة الارتباك وضرب الجندي وخد سلاحه وبدأ يضرب نار على الجنود. بعدها طلب انه يعرف معنى الوشم اللي على ايده. واحد من الجنود بيشرح له ان في محطة رادار امريكية محصنة جدا جنب الحدود الغربية، والرمز ده هو اللي بيستخدمه هناك. كمان بيقولوا انهم هاجموا بو ونادية لانهم مقتنعين ان الاطباق الامريكية هي السبب في غزو الطيارات للارض، لانها الحاجة الوحيدة اللي لسه موجودة ومش متدمرة. فجأة واحد من الجنود بيهجم على بو تاني، لكن بيصده بسرعة، وقبل ما يضغط على الزناد بتجيله ذكريات تاني فبيتشتت. بعدها بو ونادية خدوا عربية الجنود ورجعوا على الطريق في اتجاه محطة الرادار. بو بعد ما شال الشاش من على جرحه لاحظ انه على شكل سهم بيشاور ناحية الطبق، فحس انهم ماشيين في الطريق الصح. وبعد شوية لقوا عند مدخل المدينة يافطة قدامهم بتحذرهم، كان ده الطريق الوحيد لان مفيش طريق تاني يقدروا يمشوا منه. وهم في طريقهم اكتشفوا ان الشارع مليان بكابلات كهرباء سايبة واللي ممكن تكون خطر جدا عليهم. بس قبل ما يفكروا يرجعوا فجأة روبوت ضخم ظهر وراهم، مفيش حل غير انهم يكملوا السواقة وسط الكابلات، والروبوت كان وراهم بيطاردهم وبيضرب عليهم النار. الرصاص كان بيجي حوالين العربية لحد ما واحدة منهم بتصيب العربية وبتوقفها مكانها وبتعطل، فبيسيبوا العربية وجريوا على رجليهم وحاولوا يستخبوا من الروبوت، لكن ده بيخلي الروبوت يغير هدفه ويروح ناحية راجل وبنته كانوا قريبين منه. وفي لحظة الروبوت بيقتل الراجل قدام بنته. نادية من غير تفكير رفعت سلاحها وضربت عليه النار علشان تنقذ البنت، لكن لما الروبوت بص ناحيتهم كانت المفاجأة انه مش بيهجم
بيهجم عليهم. في الاخر البنت بتموت هي كمان، والروبوت بيسيبها وبيمشي. وبالليل بيقرروا يعسكروا في مكان امن، وهناك نادية بتحكي لبو عن ان عيلتها كلها ماتت وقت الهجوم الفضائي. فجأة طيارات مقاتلة بتعدي من فوقيهم، وده بيخلي بو بيحس بالامل لان في ناس لسه بتحارب. وتاني يوم الصبح كان لازم يكملوا طريقهم، لكن مفيش قدامهم غير انهم يكملوا على رجليهم. فبيمشوا مسافات طويلة وكانوا بيتفرجوا فيها على مناظر طبيعية وحيوانات عمرهم ما شافوها قبل كده. الدمار والجثث كان منتشر في كل مكان، وده بيوضح قد ايه العالم بقى في حالة دمار. وفي الاخر سمعوا صوت كان باين كانه حد بيتكلم انجليزي، بس لما مشيوا وراه اكتشفوا انه تسجيل صوتي. السكان كانوا عاملينه كفخ، وبسرعة الاتنين اتحاصروا واتمسكوا واتاخدوا المبنى مهجور وربطوهم عند عربية متدمرة. فجأة عدى عليهم اتنين راكبين موتوسيكلات وكان وراهم روبوت ضخم. وقتها ابوه فهم ان السكان بيستخدموهم كطعم علشان يصطادوا الروبوتات. اول ما الروبوتات قربت منهم الصيادين فجروا لغم تحت واحد منهم وبداوا يضربوا النار زي المجانين، لكن للاسف الروبوت ما تاثرش خالص. فاضطروا يرموا عليه سلسله ويضربوه بصدمه كهربائيه لحد ما وقعوا. اخيرا روبوتات اكتر بدات تيجي بسرعه وتضرب عليهم بالنار، وده خلى اغلب الصيادين يموتوا بسرعه. ووسط القتال بو قدر يخلص نفسه من السلاسل بصعوبه، وسابوا المكان بسرعه واستخبوا في مكان بعيد. الموتوسيكلات اخذت الروبوتات وراها، وبمجرد ما الروبوتات والعصابه بعدوا عن المكان والوضع بقى هادي، بو ونادية رجعوا للطريق تاني. وهم بيعدوا كوبري بو بيشوف نور وكان هيفتح النار، بس طلع مجرد مصور صحفي اسمه ستاندر كان ماسك الكاميرا بتاعته. ستاندر كان عنده صور كتير بتوثق غزو الفضائيين، وكمان شافهم وهم بياخدوا الناس في السفن الفضائيه واتصاب بسبب ده. كان عارف انه مش هيعيش كتير، وعلشان كده وراهم الصور اللي كان صورها، ومن ضمنها دليل على ان الكائنات الفضائيه بتستخدم الطاقه الكهربائيه للارض. وكان في صوره كمان لطفل بيرمي حجر على روبوت. فجاه سمع صوت انفجار قريب، رغم ستاندر كان رافض ان حد ينقذه. بو ونادية خدوه معاهم بالعافيه وراحوا على مبنى بيستخبوا فيه. وهم قاعدين ستاندر لاحظ وشم بو وطلع له صوره لمحطه الرادار. بعدها عرض عليهم صفقه هيدوهم الكاميرا لو خلصوه من عذابه. بو افتكر ذكريات عن موت حد في الماضي ورفض يقتل اي شخص بريء، لكن ستاندر بدا يصرخ ويرمي حاجات علشان يلفت انتباه الروبوتات. نادية ما كانش عندها حل تاني واضطرت تخنقه وتموته. بعد كده رجعوا للطريق تاني، بس المره دي كانوا بيعتمدوا على الصور علشان يلاقوا الطريق لمحطه الرادار. وهم ماشيين في طريقهم بو كانت بتجيله ذكريات الحرب، لكن احداثها كان صعب تتفهم. ولما وصلوا للمدينه مهجوره بطاريه الكاميرا خلصت، فاضطروا يسرقوا عربيه يكملوا بيها الرحله. وبعد ساعات وهم في الطريق سمعوا اصوات غريبه في راديو العربيه. نزلوا يشوفوا ايه اللي بيحصل، فلقوا روبوت متدمر، وده طمن بو انهم ممكن يتغلبوا عليهم، لكنه كان لسه بيسال نفسه عن نقطه ضعفهم. فجاه سمع صوت خطوات وشافوا دخان قريب منهم، فجريوا على العربيه وهربوا. بس في اللحظه ديت ظهر وراهم مئات الروبوتات وبداوا يطردوهم ويضربوا عليهم نار. فاضطروا يسيبوا العربيه ويستخبوا في بيت مهجور، ونزلوا للدور الارضي وهم مرعوبين. فجاه السقف بدا يطير والسفينه الفضائيه بدات تسحبهم لفوق، وفي اخر لحظه بو بيقع على الارض. بس نادية اتخطفت وبدا يشوف ذكرياته تاني قبل ما يفقد وعيه. ولما فاق اكتشف ان رجله اتصابت، وبعد ما عالج جرحه قرر انه يكمل رحلته لوحده. كان بيمشي ببطء وصعوبه بسبب الاصابه، لكن في الاخر وصل لمحطه الرادار، لكنه حزن لان المحطه كانت متدمره تماما بسبب الفضائيين. فبيلاحظ رسم جديد على الحيطان كان لسه مرسوم، فبيقرر يدور على الناس اللي عملته. واخيرا وصل لمدينه جديده، واول ما دخل للشوارع شاف مجموعه من الناس بيجروا من الروبوتات، كان معاهم جهاز غريب بيساعدهم يهزموا الفضائيين. فجاه ظهر روبوتين مختلفين عن اللي شافهم قبل كده، فقربوا منه وبداوا يفحصوه، لكنهم مشيوا من غير ما يعملوا حاجه. بو افتكر انه ضرب صاروخ على روبوت قبل كده، لكن في العمليه ديت واحد من زمايله في الفريق اتصاب اصابه خطيره، فكان لازم بو يتخلص منه. الذكريات خلته يفقد وعيه، وبعد شويه فاق ولقى نفسه ان السكان انقذوه ونقلوه للملجأ. وبعد ما الدكتور عالجه من اصابته في رجله بيقابل كارل وجوما اللي انقذوه وحكى لهم قصته. جوما شرح له ان نادية مش هترجع لان السفينه ديت عمرها ما بترجع حد بعد ما بتاخده، لكن كارا كانت مستغربه ليه الكائنات الفضائيه خدت نادية وسابته هو. وعلشان يعرفوا الحقيقه بياخدوا بو يقابل مهندس اسمه رودريك، الراجل اللي صنع اجهزه كهرومغناطيسيه اللي بتقدر تتغلب على الروبوتات. دلوقتي هو شغال على جهاز اكبر، خطته انه يفجر الجهاز ده تحت السفينه الفضائيه. كان عنده امل انه يدمر نظامهم ويموت كل الروبوتات في نفس الوقت، بس المشكله انهم مش قادرين يقربوا من السفينه لانها ما بتظهرش غير لما يكون في تجمع كبير والروبوتات بتبقى محوطاها. فجاه رودريك بيجيله رساله من الحراس اللي بره بيبلغوه ان في مئات الروبوتات قربت على المدينه. جوما بيشك انهم اتعقبوه، وبيبدا بو يربط بين كلامه وبين الرسومات اللي عملها رودريك عن الكائنات الفضائيه. فظهرت لبو ذكريات مهمه، افتكر انه زمان وهو مع فريقه واحد من الروبوتات مسكه وغرس فيه اسلاك وزرع في عموده الفقري جهاز تتبع، وقبل ما يفقد وعيه رسم السهم على دراعه. ومن وقتها الروبوتات كانت بتتبعه علشان توصل لمخابئ البشر. واول ما قال الحقيقه كارا هددته بقتله علشان تحمي شعبها، بس بو كان عنده فكره انه يستغل جهاز التتبع علشان يسحبوا السفينه الفضائيه لمصيده ويستخدموا جهاز رودريك عليها. فبيوافقوا على خطته وبداوا في تجهيز الخطه. وهم بيستعدوا
بيهم. بو افتكر انه شاف نادية مرة تانية لكنها طلعت واحدة شبهها. اول ما الفريق جهز بدأوا ينقلوا الجهاز من خلال الانفاق علشان يوصلوا لوسط المدينة، لكن للاسف اول ما خرجوا انفجرت قنبلة مخفية وقتلت عدد منهم، وبعدها السفينة الفضائية غيرت اتجاهها فاضطروا يجروا وراها، لكن روبوت ضخم بدأ يضرب عليهم نار وقتل 2 منهم لكن ما قدرش يذبحهم بسبب حجمه. بعد شوية واجهوا روبوتات اصغر فتحت عليهم نار وضربت كارا. الفريق قدر يتخلص من الروبوتات قبل ما يموت حد تاني. كانوا سامعين اصوات روبوتات تانية بتقرب منهم، فكارا طلبت منهم يتحركوا وضحت بنفسها علشان توفر لهم الوقت. الفريق هرب بالجهاز، ولما الروبوتات ظهرت كارا فجرت نفسها واتخلصت منهم. وفي نفس الوقت جوما والدكتور كانوا بيساعدوا الناس انها تهرب، لكن الطيارات الآلية وصلت للملجأ وقتلت الدكتور، فاضطر جوما انه يجري بسرعة علشان يلحق الباقيين. لما الروبوت اقتحم المكان السكان استعدوا للهجوم وهجموا على الروبوت بكل عنف. اما بو شاف مجموعة من الروبوتات بيجمعوا الناس للسفينة فرمى قنبلة على واحد منهم، وده خلق فرصة للناس انها تهرب، لكن الروبوتات بدأت تضرب نار عليهم وسببت في تلف بطارية جهاز النبضات. رودريك حاول يصلح الجهاز لكن مفيش فايدة. وقتها بو افتكر الصورة اللي شافها ورمى حجر على الروبوتات زي الطفل اللي كان في الصورة، لكن الروبوتات بصت له وكملت ضرب نار على الناس. وهنا جات له فكرة، جهاز التتبع اللي كان في جسمه بيتفاعل مع كهرباء الروبوتات، فلمس روبوت وقع على الأرض بإيده والجهاز بإيده التانية وبدأ يسحب الطاقة منه، وده كان بيسبب له ألم جامد جدا، لكنه نجح إنه يشغل الجهاز فبيحصل انفجار ضخم. كل الروبوتات وقعت في ثواني، حتى اللي كانوا في الملجأ. الكهرباء اتقطعت عن المنطقة كلها والسفينة بدأت تقع واتدمرت بانفجار ضخم. الناس بدأوا يفهموا إن الحرب خلصت أخيرا، ورودريك اطمن على بو اللي أخيرا افتكر كل حاجة، لكن رغم كده قرر يحتفظ باسم بو. وهنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. سلام.